بقول لك ايه يا باشمهندس، هي ليه الناس بتحب تسمع قصص اكتر من الاعلانات؟ عشان يا حاج عطيه الاعلانات اللي بتبيع على طول الناس بتزهق منها، لكن الحكايه لو فيها فكره او معلومه مفيده او حتى كوميدي الناس هتبدا تتفاعل معاها. يعني اقول للناس بدل ما تيجي تشتري احكي لهم قصه بالظبط. ده اسمه التسويق بالمحتوى، وفكرته انك تقدم محتوى قيم وفي نفس الوقت مفيد للجمهور بتاعك. ده خليهم يثقوا فيك ويفكروا في المنتج بتاعك وما ينسوهوش. طب تطلع ايه انواع المحتوى دي يا باشمهندس؟ شوف يا حاج عطيه، انواع المحتوى كتير، في مقالات، في فيديوهات، في بوستات على الانستجرام وعلى التيك توك، لكن السر انك تقدم معلومه قيمه ومفيده، مش كانك بتبيع قطه في الشارع. المعلومه هي اللي هتشد العميل وهيحس ان انت بتقدم له قيمه حقيقيه. طب افرض يا باشمهندس انا ما بعرفش اكتب محتوى، مش هي دي المشكله يا حاج عطيه. انت تقدر تستعين بناس متخصصه وناس فاهمه تحاول تساعدك ان انت تكتب سكريبت وتقرب الفكره اللي انت عايز تقدمها بشكل صحيح. وممكن انت تذاكر وتتعلم واحده واحده وتجرب لحد ما تظبط معاك. الاهم ان تشوف جمهورك عايز ايه وتحاول تساعده. يعني انا لو عندي محل فول وقدره فول حلوه كده، اعمل لهم فيديو عن مميزات الفول بدل ما اقول لهم اشتروا فول. بالظبط، هو ده عبقري التسويق. ولو حطيت شويه فكاهه في الموضوع الفيديو هيظبط معاك.